مش انت عايز تتعلم برمجه وتقبض كمان بالدولار؟ تعالى اقول لك الصعوبات اللي هتواجهك في الطريق. طبيعي جدا ان انا ابتدي معاك بالصعوبات علشان يكون عندك منتاليتي مختلفه. اول حاجه، انت طبيعي جدا هتحس باليأس، تحس نفسك مش فاهم حاجه، هتحس نفسك الموضوع صعب. طبيعي عشان انت داخل الموضوع اول مره. انت اول مره هتحتاج وقت لحد ما تاخد على الموضوع. ده بياخد معاك قد ايه في اول شهر وانت بتتعلم مجال البرمجه؟ اهم حاجه وانت شغال تتعلم عشان تتجنب الموضوع ده، تتعلم صح، تفهم كل حاجه وتطبق كل حاجه بايدك، ما تهملش ولا تركن. ما تستناش ان حد هيعلمك، ما حدش هيعلمك، لازم انت تعلم نفسك. عن طريق ايه؟ عن طريق التطبيق الكتير. تاني حاجه، وانت شغال في النص هتلاقي البروجكتات بقت صعبه عليك شويه. ده طبيعي جدا وانت ماشي صح. ليه؟ علشان مفيش حاجه من الاول بتيجي سهل. تالت حاجه، وانت ماشي في الطريق برضه هتلاقي نفسك يئست ومش قادر تكمل. طب انت وصلت للنص، يأس، ده طبيعي، كلنا وقعنا في الفخ ده. طب علشان اتجنب الفخ ده ايه؟ استعين بالله وافتكر عزيمتي، انا بادئ ليه وعايز اوصل لايه. دايما ما تفكرش في المجال على انه فلوس، فكر فيه انت حبه ولا لا، عندك شغف بيه ولا لا. لو انت بتفكر بتبص للمجال عن طريق الماديات، عمرك ما هتنجح فيه. من ضمن الحاجات اللي هتواجهك وانت شغال ان انت مش كويس في الرياضة، او المجال ده يتطلب ماث. لا، ما بيتطلبش ماس الا في بعض الحاجات بسيطه جدا، ولو انت في كورس كويس هتقدر تبقى اخد انترودكشن عن الحاجات دي. فطبيعي وانت ماشي في الطريق هتيأس وهتلاقي صعوبات، بس لازم تربي في نفسك ان يكون عندك المنتاليتي انك تكون مرن، ولو عملت كل ده هتقدر توصل.